عندنا نوعين من الأبهات، أب بيقلد أبوه بالحتة وهو بيربي ابنه، وأب تاني بيعمل عكس اللي أبوه عمله تماما وهو بيربي ابنه. أظن إنه في الحالتين الأبهات دول بيعملوا نفس الغلطة، مش شايفين احتياجات ابنهم الحقيقية وبيعملوا إعادة تربية للطفل الداخلي اللي جواهم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو أنت مثلا اتربيت مع أب قاسي، ممكن تحاول تبقى العكس، تبقى حنون جدا ومدلع العيال جدا لدرجة إنك تطلع ولادك غير مسؤولين. طيب ممكن تبقى اتربيت لأب مهمل، فتلاقي نفسك بتحاول تسيطر على كل التفاصيل وبتحاول تعرف كل الأشياء علشان انت خايف تفقدهم. فانت هنا مش بتربي ابنك، انت هنا بتربي الطفل الداخلي اللي جواك، او خلينا نقول بشكل مختلف، بتعالج نفسك في ولادك. يعني بتتصرف لحسابك انت مش لحسابهم. طيب الحل ايه؟ الحل انك تتصالح مع الماضي، تتصالح مع صورة أبوك اللي جواك، تشوف إنه بني آدم يخطئ ويصيب. الأشياء الجميلة هنقبلها ونحبها، والأشياء اللي ما حبيناهاش هنقبلها برضو ونحاول نغيرها، ونشوف الاحتياجات الأصلية والأصيلة في ابننا عن طريق إن احنا نسأل نفسنا السؤال: هو التصرف اللي أنا هعمله ده هعمله لحسابي أنا ولا لحسابه هو؟ هعمله عشان أنا كنت محروم منه وأنا صغير، ولا هعمله عشان ابني محتاجه؟ لما تقدر تفصل الفصلة دي ما بين الماضي والحاضر هتعرف تربي بجد. ودلوقتي قولي ايه اكتر حاجة ابوك كان بيعملها وما كنتش بتحبها ومع الوقت اكتشفت انك بتكررها؟ شاركني في التعليقات، هنشاركها كلها.